ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل اكتر اكلة محبوبة عند الناس كلها، المحشي ده احلى ريحة في البيت كده، تشموها ريحة المحشي. هنعمله بقى بطريقة الشيف بطوطة، يعني احلى محشي هتاكلوه. بصوا المحشي بيلمع وجميل ازاي، خطير. وقرن الفلفل كده، بصوا حاجة تجنن. الرز مفلفل جواه وجميل، هيعجبكم جدا. اول حاجة عشان نحضر الخلطة، عندنا بصل مفروم ناعم، بننزل بقى عليه فلفل اسود، بهارات محشي، رشة حبهان، رشة قرنفل، بهارات 7 بهارات، بهارات لحمة. بصوا، بابريكا، معلقة بابريكا، جوز الطيب، كبابة صيني، ملح. المقدار ده هيعمل دول بصلتين متوسطين. عندنا بقى 3 معالق كبار سمنة، وبنقلبهم كويس مع بعض. عندنا 4 كوبايات رز مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة. بنقلب بقى الرز كويس قوي مع البصل عشان يتبل كده بالبصل والبهارات. بعد كده بننزل بنص كيلو طماطم مبشورة ومعلقتين كبار صلصة. هنقلبهم كويس مع بعض. هنحط بقى زيت، وهننزل بشبت وبقدونس. البتنجان والكوسة والفلفل بحط فيهم شبت وبقدونس بس، مش بحط كزبرة. كده الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. عندنا بقى الكوسة والفلفل والبتنجان بتوعنا متقورين ومغسولين. هنبتدي نحشي. لما بنحشي لازم نسيب اولا ما يعني نخبط عليها كده زي ما انا بخبط بايدي عشان الرز ينزل، ونسيب قد مقدار عقلة صباع فوق الرز، علشان خاطر لما الرز ينفش ويستوي يبقى كده متساوي، ما يخرجش من المحشية. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الخلطة بالطريقة بتاعتي. هتاكلوا فعلا احلى محشي يعني في حياتكم بجد. واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك، عشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. انا بحاول انزل لكم وصفة يومية علشان تستفادوا باكبر قدر من الوصفات ان شاء الله. مقدار المحشي ده كيلو بتنجان، نص كوسة، نص فلفل. يعني الخلطة دي هتعمل لي 2 كيلو محشي. بعد ما خلصنا بقى الكمية بتاعتنا كلها، بنرصها في حلة. عندنا بقى شوربة بتغلي، لازم الشوربة تكون بتغلي. هنبتدي نسقي المحشي، وبحاول انزل في كل محشية زي ما انتم شايفين كده شوربة. تمام. وبعدين بحط الشوربة تبقى واصلة ل3/4 المحشية. هغطي عليه على نار عالية يغلي لمدة ربع ساعة، وبعد كده ابتدي اهدي النار عليه واسيبه بقى يتشرب كده ويستوي على مهله. بصوا المحشي عامل ازاي، يجنن. الله، الريحة واصله لكم، تحفة. كده بقى جاهز معانا، ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.